السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل عام وانتم بخير. معانا نص كيلو لحمة بلدي ومعلقة سمنة ونص معلقة توم مهروس. قلبناهم في الشوربة، قلبناهم بمعلقة سمنة كويس، معلقة التوم، ونزلنا عليها بالمية السخنة زي ما حضراتكم، شوحناها كويس ونزلنا عليها بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. وهنعمل مع بعض صينية جلاش زي ما حضراتكم شايفين كده. دهنا الصينية كويس ونزلنا بالجلاش بالشكل الحلو ده كده. كل ما ننزل بورقة هندهن سمنة، دهن السمنة خفيفة عشان ما تتقلش منكم تبقى تقيلة قوي، عشان الجلاش بيشرب سمنة كتير ويبقى تقيل قوي بالشكل ده كده. وهكبس للتانية اهو. هنقسم الورقات نصين، شوفهم كام وكام، وهننزل بالنص من تحت والنص من فوق، والاطراف اللي على الجناب دي تدهن كويس، وهننزل بيها في الصينية في النص زي ما حضراتكم شايفين، عشان الصينية بتاعتي مش كبيرة قوي، مش هينفع نبهدل الدنيا كده، الورقة كبيرة عليها مش هينفع نقصقص ونقعد نقص. هقطعها بالنصين ونفردها كده زي ما حضراتكم شايفين. سهلة وطلعت جميلة 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 جميلة، مفيش احلى من كده تاني. واللحمة دي كنت معصجاها قبل رمضان ومعبيها في علب بالشكل الحلو ده كده اهو. هنفرد اللحمة بتاعتنا بالشكل ده كده، وهننزل بالجلاش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. عايز تعملها بجلاش برقاق، الاتنين حلوين، اللي موجود عندك، ما تقفيش على اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الحلو ده كده اهو اهو. وفي الاخر هنحط الورقة كاملة مكملة، اول ورقة اخر ورقتين نحطهم كاملين، وهنقص زي ما حضراتكم شايفين. وقطعنا المربعات بالشكل ده، وهندهن السمنة بالشكل ده، دهنة خفيفة مش تقيلة علشان ما تبقاش تقيلة عليك، عشان هو الجلاش بيبقى تقيل قوي في اكله، لازم تكون مخففة ايدك في دهن السمنة. ودي اللحمة بعد ما استوت معانا زي ما حضراتكم شايفين. وهنعمل مع بعض محشي مشكل فلفل وبتنجان وكوسة، وكان اجمل محشي، مفيش احلى من كده. نص معلقة توم، ومعانا فلفل اسمر وكزبرة ناشفة وكمون وملح زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت تجربوا طريقتي، كان احلى فطار والله. الجلاش كان روعة، والمحشي والشوربة واللحمة وكل حاجة كانت حلوة. وهننزل بالصلصة الجميلة اللي سبكناها معاكم، تسبيكة المحشي اللي احنا عملناها قبل رمضان مع بعض اهي بالشكل ده. تطلعي الكيس في ثانية تكون عملت المحشي وخلصتي اهو بالشكل الحلو ده كده. وهننزل شايفينها حمرا وجميلة ازاي، فيها فلفل اخضر وفيها كل حاجة، كل حاجة فيها بالشكل الحلو ده كده. وكان معانا احلى محشي، وكان فطار زي الفل. ونقول الحمد لله على كل شيء ان شاء الله. نحط حبة تاني علشان حاسة ان الرز مش احمر شوية اهو بالشكل الحلو ده. ريحة المحشي كانت جايبة اخر الدنيا اهو. يا ريت تجربوا طريقتي، ويا ريت ما تبخلوش عليا في اللايكات وفي الاشتراكات. يا ريت تشتركوا لي بقى وتحطوا له لايك وشير كده اهو بالشكل الحلو ده كده. هنحشي الكوسة مع بعض، الكوسة والبتنجان والفلفل بالشكل الحلو ده اهو كده. شايفين مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. في ثانية كنت عملت كل حاجة، خلصت المحشي وكل الاكل عندك. اهم حاجة التسبيكة بتاعت المحشي تكون خلصانة معاكي، وقبل ما تشتغلي بيوم تكوني مجهزة انا مش عاملة كتير، انا كده كده مش عاملة كتير. وادي الشوربة بتاعتنا شايفينها دهب وجميلة ازاي. وهننزل على المحشي كده، هنرش عليه كله كده من فوق الشوربة زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت تجربوا طريقتي، الفطار ما خدش معايا حاجة. وهننزل بمعلقتين بكبشتين شوربة على الجلاش. لو عندك لبن وبيض اعملي، مش عندك يبقى خلاص اكتفي بالشوربة.
انا عن نفسي مش موجود عندي يعني اي حاجة. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.